السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض جولة كده في مجدي واخواته وخالد واخواته في الاسماك في مرسى مطروح. الاسماك عندهم ممتازة جدا. هناخد جولة سريعة. بصوا كده، البولتي الاولاني اللي الكاميرا عدت عليه كان الكيلو ب 120 سواء مشوي او مقلي او زيت وليمون. والبوري كان عامل 130 برضو مشوي او مقلي. والبولتي الوسط كان عامل 110. كل ده اسعار اللي انا بقولها دي بالتسوية. والبوري اللي احنا شايفينه دلوقتي عامل 150. والبولتي اللي بعده اللي هو حجم الوسط عامل 100 جنيه. وبرده كان ممتاز. كل الحاجات دي كانت طازه وكانت واصله قدامنا بالعربيات. البوري بقى اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده كان البوري الجامبو، كان سعره 160 جنيه برده مشوي سنجاري او زيت وليمون. وهنبتدي نخش بقى على الاسماك. البحر ده وقار الكيلو عامل 350. وكان في بقى انواع مختلفه جدا. ده الدنيس، وده القناش، وده الوقار. بصوا انا خدت لكم كده لقطه كده بعيده والشراغيش. وهبتدي بقى كمان شويه هخش لكم على مقطع تاني هقول لكم فيه الاسعار بالتفصيل الممل. بصراحه المعامله ممتازه جدا. والجوله الاولانيه دي كانت عند خالد واخواته. انا لما جيت اشتريت من مجدي، والجزء التاني في الفيديو من مجدي. بصوا الجمبري ده كان عامل 350 جنيه وده كان حجمه ممتاز جدا بالنسبه لسعره برضو مش وحش. والصبيط كان عامل 500 جنيه. كل الاسعار دي بالتسويه. فدي حاجة برضو كويسة. الجمبري ده برضو 360 جنيه حجمه برضو ممتاز مش وحش. والجمبري ده عامل 380. الجمبري دوت مقشر بانيه او فيليه زي ما بيقولوا عليه، كان سعره 380. وبصوا الجمبري ده واحد عامل 420 والتاني عامل 480. الجمبري ده كان عامل 450 جنيه. بصوا انا خدت لكم جوله كده سريعه في المحل. بصراحه الرصه والمعامله نظيفه جدا ومستوى الاكل بيبقى ممتاز. دي بقى المنيو بتاعتهم، سواء السندوتشات او السلطات والمقبلات بيبقى ليهم محل جنبهم بيعمل الحاجات دي، والطواجن والشربات والرز والمكرونات، بحيث ان انت تاخدي وجبه الغداء كلها كامله. دي كانت وجبه سريعه كده، جوله سريعه عند خالد واخواته. الجزء التاني هبتدي اخش عند مجدي واخواته. بس بصوا بقى هنا بقى اسعار الانش ده ب 280 جنيه بالتسويه. برضو سمكه ممتازه. والدنيس عامل 300 جنيه. والقاروص دوت عامل 330 جنيه بالتسويه. والدنيس الكبير عامل 380. بصوا السمكه السوداء دي اسمها حلوف، كانت عامله 180 جنيه. وفي عندكم المرجان على الضغط اللي هي السمكه الكبيره انا بشاور لكم عليها، دي اسمها مرجان على الضغط عامله 280 جنيه. والسمكه الطويله اللي انا هجيبها لكم دي، الطويله اللي نايمه لوحدها، دي اسمها دراك عامله 300 جنيه. دي بتتقطع جزل وهوريكم دلوقتي شكل الجزل بتاعتها. اما اللي فوقيها دي شراغيش عامله 220 جنيه. هي دي شراغيش عامله 220 جنيه. اللي جنبها دي الوقار عامله 350 جنيه. ودي سمكه ممتازه جدا، اعلى انواع الاسماك عندهم. وزي ما قلنا الاناشي ب 280. بصوا دي الدراكه هي بتتقطع جزل وبتعمليها صينيه او مقلي او زيت وليمون او شوي، اي حاجه بتبقى ممتازه، بس هي الافضل ليها القلي. ده كده بقى ايه، احنا كده خلصنا وهنخش على مجدي واخواته. هي تعتبر نفس الاسعار ونفس الاحجام بتاعه الاسماك، او نفس البولتي نفس الاسعار 100 و120. والبوري 150 و160 اهو. هم كانوا لسه بيفرشوا، وافضل وقت تروحي لهم طبعا هو في فتره الصبح. بتحجزي الاوردر بتاعك وبتاخدي البون بالتيكت اللي انت دفعتيه بالرقم الاوردر وهتستلمي بيه. تمام. انا اشتريت من عندهم اوردر برضو، عامله لكم فيديو عنه في القناه، هوريكم جوده الاكل وافتح لكم الاكل كده اللي جبت من عندهم اسماك، واوريكم الدنيا بيقدموها ازاي والتسويه بتبقى عامله ازاي. بصوا ده السمك لسه جاي، انا بوريكم اهو. احنا كده في محل مجدي واخواته. الاسماك لسه واصله. انا كنت هناك على الساعه 11. الجمبري عنده برضو يعتبر نفس الاسعار بتاعه خالد، بس انا حبيت مجدي اكتر، يعني بحب التسويه بتاعته احسن. بصوا الجمبري برضو نفس الاسعار زي ما انتم شايفين اهي. تمام. هنا كانوا حاطين يافطه هما الاثنين نفس اليافطه عن السمكه دي، بيحذروا منها ان هي سامه يعني، وان اي حد هيتناولها مش هيقدروا ينقذوه. دي اماكن كده في الوش تقدري تقعدي وتاخدي الوجبات بتاعتك وتاكليها، تتغدي في المكان مفيش مشكله. هنا بوريكم برضو ان في امكانيه ان انت تقعدي تاكلي عندهم.